وبعد شوية وهم في الطريق وقفوا كلهم عند مكان مهجور عشان يدوروا على أي حاجة ياكلوها، وفجأة ظهرت مجموعة تانية وهجمتهم لأنهم كانوا حاسين ناحيتهم بالخطر. وبسرعة البنت اللي من المجموعة الذهبية طلعت شحنة كهرباء قوية من جسمها، وقتها الكهرباء انتشرت في المكان والكل كان واقف في مكانه. وبعد ما الأمور هديت اكتشفوا إن هم في الأساس مش أعداء، وإنهم هم كمان مجموعة عندها قدرات خارقة وكانوا هربانين زيهم. بعد كده بيتجمعوا حوالين شعلة نار واتكلموا عن كل اللي حصل ليهم، واكتشفوا إن هم عندهم تقريبا نفس القدرات. وهنا ليام سأل المجموعة عن المكان الأمان بتاع الولد البرتقالي، بس المجموعة وضحت ليه إن المكان سري ومحدش يعرف مكانه غير أشخاص قليلين. وهنا روبي استخدمت قوتها على واحد من المجموعة دي ولمست إيده ودخلت جوه عقله من غير ما هو يحس، وبدأت تدور في ذاكرته لغاية لما وصلت للمكان السري، بس كان موقعه مختفي جوه رسالة مشفرة. بعد كده روبي وصاحب ليام فضلوا وقت كبير عقبال ما يفكوا الشفرة وقدروا في الآخر إنهم يعرفوا فين المكان. بعد كده بنشوف المجموعة التانية اللي بتكتشف حقيقة روبي وقالوا إنها من المجموعة البرتقالية مش الخضراء. وروبي ساعتها كانت خايفة جدا بعد ما اكتشفوا حقيقتها، وكانت فاكرة إن ليام وصاحبه هيتخلوا عنها، لكن ليام وقف جنبها وطمنها وقال ليها كمان إنها مش لوحدها وإن هم هيقفوا جنبها ومش هيتخلوا عنها.